وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ على الله تكونوا بخير وبصحه وفي اسعد الاحوال. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا جوه مصر وخارج مصر. انتوا رايحه فين الوقت يا خالة ام عبده؟ ورايحه في الوقت المتاخر ليه؟ عقبال عندكم يا حبايب كلكم جميعا. الحجاج جم وعرفت الوقت اللي الحجاج جم. ضروري قبل ما انام وقبل ما يصبح عليا النهار اروح للحجاج. عقبال عندكم كلكم كده يا جماعه يا رب، وتكون صحبه سوا. يلا يا حبايب قلبي نشوف احنا رايحين فين. رايحين عند الحجاج يا حبايبي. قبل اي شيء نسمي الله ونصلي على الرسول. الرسول عليه الصلاه والسلام، وندعي لاهل فلسطين واهل غزه اللي ربنا ينصرهم على من يعاديهم واشفوا جرحاهم وارحم موتهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. اجي يا عمو. انت كنت فين يا عمو وجاي؟ اوعى تركبنا العربي. امي ما تتنقلش، ما يكونها ابن اخويا راكب العربيه يروح يغسلها بقى، ما يغسلهاش مالهاش فين. بقول لك عسول لا ايه؟ يابا انا العمر بعترى يا مش عسول ايه؟ هو عسول وعسل. يلا بص يا احمد خليكم بقى مات احسن احنا في وقت متاخر. ادعوا لنا يا حبايب قلبي كده اللي ربنا يوصلنا بالف سلامه. امين يا رب العالمين. طبعا حبايب قلبي، طبعا اللي رايحين بقى يسلموا على الحجاج امي والسحر وعمرو عبد الفتاح دمت اللي رايحين. ومره ثانيه بقى انتوا عارفين احنا في وقت بالليل وورايا شغل طبعا الصبح بدري، فهفضل انا واولادي. والمره الجايه ان شاء الله تبقى لنا زياره ثانيه باذن الله، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. يلا بقى نقول ايه؟ توكلنا على الله. وقبل اي شيء طبعا نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يلا حبايب قلبي في رعايه الله وامنه. يلا في رعايه الله. عملت ايه وخالتها قامت تصوت لنا على الصبح كده؟ كسرت لها الجدار ليه يا ابني؟ بوظت لها الجدار. الله يرحمك يابا، اجيبك منين الوقت كده وانت شايف الجدران بتاعتنا بتقلع؟ انت بوظت الجدار يا محمد؟ قلت لي قايله ليه؟ قايله لك فحر في الجدران؟ ماشي يا محمد. طبعا حبايب قلبي احنا هنا بنعمل ايه؟ بنعمل الهديه بتاعت ام عبده اللي هي ديت. شوفوا ورصناها ووضبناها اهي. شوفوا اوريها لكم ازاي اهي. بس لقيناها نازله على الحوض، فهي امي ما كانتش عارفه للامانه تقف تستخدم الميه او تستخدم الحوض علشان خاطر دي كانت مدلدله على الحنفيه بتاعه الحوض، فحبينا نرفعها لفوق شويه تبقى عاليه شويه. فبما ان بقى ان احنا هنرفعها قعدنا ندق في الحيطه، بس للامانه ما عرفناش، فهنحتاج ان احنا نشوف شنيور نخرم بيه الحيطه علشان نركب ايه؟ المطبخ الخشب او الضلفه بتاعتنا اللي هي هديه مقبوله. والهديه بتاعتنا حبايب قلبي. فمحمد حسام شوفوا زهق من كتر الدق ومسكت الحيطه بوظناها، فانا قلت له ايه؟ انزل يا محمد هنشوف حد بشنيور يا حبيبي يعملها. وتعالوا لكم بقى خليكم حنان غضبت مننا ولما لنا الغسيل ولما لنا الدنيا. خليكي قاعده يا امي وحرنت. شوفوا بتقول لي ايه؟ انا بقى قعدت النهارده مش قادره بوظت الحيطه لغايه ما ايه؟ من اتلف شيء فعليه اصلاح. تظبطوا لي الحيطه وتركبوا لي تركيبه المطبخ. تظبطوها وتعملوها تاني. اعمل ايه يعني؟ العمر في الخراب في دقيقه والعمر في سنين. الخراب في ثانيه والعمار في سنين. انا بقول لك العمار في سنين والخراب في دقيقه. وربنا يكفينا شر الخراب ويكفينا شر الحاجات الوحشه ويكفينا شر قلنا وقالوا ويكفينا شر طبعا حبايب قلبي بقى انا قلت ايه؟ الشمل كده ونشغل الغساله مع خالتكم حنان وننضف الحته قامت الميه قطع عليا، فبقى قدر الله ما شاء فعل. شوفوا والله وشكوا حلو يا دي المتابعين. شوفوا لسه بتكلم قامت الميه جاي. والله تبقى صدف يا ولاد والله بردك. شوفوا ادي بقى الغسيل بتاعنا اهوت. شغلنا الغساله وشغلنا كده ايه؟ ننضف البيت كده ونعمل جوله سريعه كده مع خالتكم عبده عشان انتوا عارفين ظروفها. هاتوا لها الحيطه ولا عملوا له الطباقه ولا عملوا له اي حاجه دلوقتي. ام محمد الله يعينها ويقواها كده يا رب ويرزقكم من وسع تشوف لحد بشنيور يعمل لي ايه؟ من عينيا يا امي غالي والطلب رخيص على قد ايدينا يا ولاد. احنا شحتين الطباقه ده وانتوا عارفين متابعين وحبايبي عارفين شحت الطباقه منين. حذروا فزروا واكتبوا في الكومنتات كومنتات كتير لخليكم ام عبده عشان القناه تكبر بكم وبحبكم يا حبايب قلبي. هنكبر بكم فانتوا تكبروا له القناه وتعملوا كومنتات كتير 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 عشان نقدر ايه؟ نشتغل معاكم واحنا بنشجع بعض ببعض يا حبايب قلبي. وبسعد كل واحده ربنا يسعدها ويفرحها
بعيالها وبشبابها وبحياتها، اللي تكتب لي كومنتات كتيره 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 عشان نرفع القناه بالحب بكل حاجه حلوه، بكل حاجه حلوه يا حبايب قلبي. حبايب قلبي انا رحت سلمت يا حبايب قلبي على الحاج عقبال عندكم كلكم جميعا، واكتبها لكل مشتاق، وعقبال عندهم الحجه الكبيره يا رب، بدل ما تبقى عمره كانت تبقى حجه كبيره كمان وكمان وكمان، وفرح قلوبكم وقلوبني، واكتبها لكل مشتاق يا رب، واكتبها لكل واحد يريد اللي هو يزور النبي عليه الصلاه والسلام، ربنا يكتبها له. ورحت لامي يا حبايب قلبي وبس. انا ما صورتش، انتوا عارفين اللي بيبقى جاي من سفر بيبقى جاي تعبان وجاي مرهق وجاي عايز مثلا يريح جسمه شويه، وهم والله ما كانوا رافضين التصوير يا حبايب قلبي. بس انا اللي ما صورتش، واللي اتفرج عليا في الفيديو عندي ابو احمد وعندي هناء ام احمد، انا كنت هناك يوم ما هم جم بالظبط، انا كنت هناك يا حبايب قلبي عندهم، وعقبالكم كلكم جميعا، وهم راضيه عليا واحنا كلنا راضيين على بعض، واجعل كل واحد او كل واحده قالت كلمه حلوه يجعلها في ميزان حسناتها يا رب، وربنا يصلح حال البلاد والعباد ويصلح حالنا كلنا جميعا. امين يا رب العالمين. عقبال ما ربنا يكتبها لك يا امي يا رب، واكتبها لكل مشتاق، واكتبها لكل مشتاق، ما فيش حد يا بنتي ما يتمناش اللي يروح الارض السعوديه، الارض الطاهره، الارض الكويسه اللي فيها الانبياء وفيها النبي عليه الصلاه والسلام. كل الناس بتتمنى اللي هي تروح تروح ارض السعوديه، وتروح تزور النبي عليه الصلاه والسلام، وربنا يكتبها لنا جميعا، واكتبها لكل مشتاق، واكتبها يا رب للعالم كله، واللي ربنا رايد له يا بنتي هيروح. انا بقول يا رب، واللي ربنا رايد له حاجه هو بالضروره بيشوف. طبعا حبايب قلبي احنا حبينا نطمنكم ان ام عبده اليوم الغاليه راحت عند ننتي، حتى انا كنت عامله مقدمه هي ومرات اخويا، بس قالت لي لقيت ننتك مرهقه طبعا وجايه من سفر وتعبانه الله يسامحك يا يازا، فما حبيتش ان انا اصور، هما ما تمنعوش فعلا، وقالت لي ما تمنعوش، وكانت المقابله جميله جدا 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 جدا، وقالت لي ما تمنعوش، بس انا من نفسي ذوقيا مني انني طبعا ما اجيش في وقت مثلا لسه طب البلد او طب بيتها واقول لها لا انا هفتح الكاميرا واصور. لا طبعا حبايب قلبي لازم الواحد جسمه ياخد راحه، وانتوا عارفين لما يكون الواحد جاي من سفر بيبقى تعبان وهلكان مش زي ما يكون قاعد في بيته، وربنا يهدي سرهم يا رب ويبعد عنهم الكلى والقال ويكفيهم شر الفتن، ويا رب كده بدل العمره تبقى حجه كبيره وتبقى الفرحه الكبيره باذن الله، وربنا يكبر بخاطركم. وطبعا احنا حبينا نطمنكم ونعرفكم ان خالتكم حنان راحت فين، راحت زارت امها وسلمت عليها وباركت لها، بس انتوا عارفين هي رافضه التصوير للامانه وقالت لك انا مش هصور. فدي يا حبايب قلبي عشان ما تقولوش ده منعت نفسها ان هي مثلا تصور مع امي، لا هما ما تمنعوش للامانه. النفر يبقى يكون يعني رحيم باللي قدام منه، علشان انت عارف السفر والبهدله وبيبقى ارهاق وبعيد عن البيت بقالي شهر او كده، فانا ما حبيتش ان انا اصور لما هم يستريحوا ومن السفر ومن النفر يبقى يصور، فهم يا بنتي لسه برضه جايين، احنا جايين نسلم عليهم. هي راحت جابت لنا الهدايا جابت لنا هدايا داخله لي بايه؟ ايوه ما انت جايبه ايه؟ قالت لي انا جايبه الهديه من عند ام احمد دي، قالت لي جبت الطباعه عشان اعلقها. حرقت المفاجآت، مش قالوا عنهم مكتوبوا في الكومنتات. هربنا لها الحيطه، فهي بقى حابه تعمر، هي جابت بقى عشان تعمر الطباعه واحنا عمرنا لها الحيطه. قامت من الصبح بقى تصوت لي انتوا خربتوا الحيطه بوظتوا الدنيا، قلت لكم اعملوا كده، فيلا بقى تتعوض ياما واشوف لك حد بشنيور يجي يعمل لك المطبخ، وهديه مقبوله طبعا. الله يصلح حالها، هديه مقبوله وكتر خيرها والله يصلح حالها، ونخدمها كده في فرح ولادها، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم ونقول لكم دعوه حلوه منكم كده للعيله، ودعوه حلوه منكم لخالتكم حنان، ودعوه حلوه للحجاج،
ونقول لكم ايه، تصبحوا على فيديو جديد يا اعز واغلى متابعين في الدنيا، والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.